المرجو منكم دعمنا بالضغط على زر لايك، فهذا يسعدنا كثيرا ويحفزنا لتقديم الأفضل دائما، وشكرا لكم. معناه احنا اليوم الدم الجزائري والدم الفلسطيني على الارض مختلف. نزيد احنا فلسطين هذه عندنا فيها املاك، صحيح. عندنا فيها 36 قريه، عندنا فيها حاره المغاربه، عندنا فيها املاك. احنا روح الجنوب، جنوب رفح مثلا تلقاها كلها تقريبا عائلات جزائريه، مولا الدراج منها اللي راحوا مع المقراني وراحوا مع كذا. يعني ماناش اليوم فلسطين احنا بالنسبه لنا مش هينه، باعتبار انها ارض مقدسه وعقيده ودين. بلاتي يا ولد خالي زربتي علينا ولد خالي بلاتي. كيفاش الاراضي الفلسطينيه ديالكم عندكم 36 قريه ديالكم تما محطوطه، رفح كلها ديالكم، باب المغاربه تا هو ولا ديالكم، واخا سميتو المغاربه مهم ديالكم، دابا رفح كلها ديالكم. يا خويا ما فراسناش هاد القضيه هادي صافي، كملت وجملت. قالك فلسطين ولد خالي النص فيها ديالهم، من بعد ما قالك مكه ديالهم، جبل شوبقال ديالهم، هما اول من كتب القران الكريم، هما اول من فسر القران الكريم، هما اللي داروا كل شيء. دابا قالك قاعد محمد فلسطين النص ديالها قالك جزائري، قالك رفح كلها ديالهم، عندهم 36 قريه، باب المغاربه واخا سميتو المغاربه، راه المغاربه سرقوا الاسم، اما هو راه ديالهم جزائري. لا اراضي جزائريه صاحبي، قالك عندهم املاك تما هما، شحال ديال الاراضي عندهم تما وشحال ديال كلشي ديالهم. لا فلسطينيين راه ساكنين تما، راه ساكنين، داكشي ديال الجزائر. تخيل الاعلام الجزائري جالسين كيهنيو راسهم، مبروك للشعب الجزائري، مبروك علينا الجزائر. مالكم شنو درتوا؟ مبروك علينا، الله اكبر الله اكبر علينا احنا والله لا. مالكم وناري، مبروك على الشعب الجزائري وناري. مالكم احنا اللي درنا وقف اطلاق النار، ها احنا اللي حبسنا الحرب على فلسطين، فوقاش؟ لا احنا بالعزيمه ديالنا وبالرجال ديالنا، الله اكبر مبروك علينا. ودي درتي شحال من دبابه صيفتي، وشحال من غواصه صيفتي، وشحال ديال البارود صيفتي، شنو درتي؟ احنا شفنا الرئيس ديالك زلقت له كلمه زلقت، قال الجيش ديالنا جاهز، قالها اليوم لا غدا صبحتوا كتبكيو. لا لقد تم تاويل كلام الرئيس، حنا قلنا باننا نمشيو نبنيو الخيام تما ونديروهم مستشفيات، عشي 3 ولا هذه ونجيو بحالنا، ما كنا نديرو والو، نبنيو مستشفيات خيام مع خيام، واحد 2 ولا 3 ونجيو بحالنا. زدتوا لا غد لهيه، حملتوا المسؤوليه الاعلام المغربي، الاعلام المغربي يؤول كلام الرئيس وكذا، هما اللي يؤولون كلامنا، احنا ما قلنا حتى شي حاجه. هذه كلمه زلقت له، قال الجيش جاهز، خرجتوا كتبكيو سيمانه وانتم كتبكيو وكتحملوا المسؤوليه الاعلام المغربي، ما صيفتش بارود، ما صيفتش خيل، ما صيفتش حتى حاجه، كلمه زلقت من فمه. اسبوع وانتم كتبكيو ومحمله المسؤوليه لينا حنا. حقا لقد اولوا كلامنا، الرئيس قال حقا نبنيو شي 2 خيام تما ولا 3 نديروهم مستشفيات ونجيو بحالنا، ما كنا نديرو والو. ودابا خارجين بوجههم حمر، الله اكبر الشعب الجزائري مبروك علينا انتصرنا. ايش درتي؟ بغيت نعرف هذا الحماق فين غادن بيها صاحبي. والله خويا ما بقيتش قاد عليكم انا، ولا شهمتوني وجابوا ثاني واحد الكديدي درنا طرنا فعلنا، وقال لك النص ديال فلسطين ديالهم، قال لك عندهم املاك والاراضي وشي 36 قريه ديالهم. رفح قال لك كلها، رفح باكملها ديالنا، باب المغاربه وداكشي كلشي داكشي ديالنا. احنا جزائر السي عندنا الشهداء تما، الدم ديالنا كاين تما. فين هو هاد الدم الله؟ يا واش بكتاني بالاكاذيب، درنا المستشفيات، بنينا حفرنا الابار، درنا فعلنا طرنا كذا، احنا اللي كاينين. وكيف العاده كلام فارغ، ما كاين حتى شي ادله، ما كاين حتى حاجه. حقا كنا كنهضروا في الامم المتحده، شحال بغيتي من دوله دابا نجيب لك الفيديوهات ديالها كيدعموا فلسطين في وسط الامم المتحده، ما شفنا حتى واحد. هي هذيك الهضره اللي كانت كتقال في الامم المتحده، شنو باش فادت الشعب الفلسطيني؟ ما فاتش شي حاجه. مقدم البرنامج قال لهم الحمد لله، راه فلسطين خرجت كتشكرنا وشكرتنا، قالت شكرا للجزائر على نعم وكتاش شكرتكم. وهذوك اللي من اليمن بعدا بان شي حاجه ملموسه وصيفطوا شي لعيبات، وبعدا لا هضروا جات معاهم، ومع ذلك كلمه واحده ما قالوهاش. الجزائريين عارف هكذا ما داروا حتى حاجه. شفنا حاجه واحده ظالمه ومظلومه، جالسين يهنيو بعضياتهم مبروك لينا، الله اكبر احنا اللي كاين. درتي يا بسخطوا والدين وقهرتونا بالشفاوي الله يبسخهم. ومن هذا المنبر ديالي انا نتحدى جميع الاعلام الجزائري يجلس معايا للطابله ويجبد لي الادله ديالو، ونجبد لي الادله ديال الجمعيات المغربيه وديال المملكه المغربيه، داكشي اللي رسلاتو، داكشي اللي قامت به، اقسم بالله نلقاهم دايرين الشر ربع ديال داكشي اللي درنا حنا. وعندنا الادله وعندنا داكشي بالفيديوهات، وعندنا الشعب الفلسطيني كيشكر المملكه المغربيه والجمعيات المغربيه. هادشي عندنا صوتا وصوره، ماشي الكلام الفارغ. الا وصلتوا للربع داكشي اللي درناه حنايا حكموا عليا باش ما بغيتوا. انا كنتحداكم جميعا بالصوت والصوره، ما نعطيكش الكلام الفارغ درنا لا، نعطيك داكشي بالصوت والصوره. اشنو قدمات المملكه المغربيه، وشنو قدمات الجمعيات المغربيه، وشنو قدمات بعض الاهالي وبعض العائلات المغربيه من مساعدات ماليه بالصوت والصوره، كلشي موثق. وما كنبغيوش نبينوا لنا داكشي كيدار في سبيل الله، ولكن نجلس معاكم للطابله في بث مباشر، وديك الساعه نعلوني ولا نعلكم مساقط. والله الا قال لك مبروك علينا، واش درتي يا بسخوط والدي؟ واش من غواصات صيفتي، واش من بارود صيفتي، واش من طائرات صيفتي؟ تاع كلمه زلقت الرئيس كتعجب له الشنك ريحه بدل شي 28 اللي يكونش في ديك الليله بالخلعه، كلمه زلقت. انا قهرني هذا الكذاب هذا، ويلي ريش كيدير الكذوب. اسمع
الآن قدمنا 75 شهيد. يعني جمعية جمعية البركة اللي أنا رئيسها اليوم غير البارح، برك من البارح لليوم 5 شهداء من خيرة الشباب اللي كانوا أدوا. يعني رممنا المستشفيات في الحروب، حفرنا الآبار، أدخلنا الشاحنات من كل مكان رغم الصعوبات، جبنا الخيم، الشيء اللي نقدروا عليه قاعد درناه. كل رقم واحد في تثبيت الشعب الفلسطيني، لأنه هو اختار النموذج الجزائري. انا سمعت فلسطيني بودني هذا وهم يتكلموا يقول لك احنا على خط الجزائر. وعقول لي ما يهربلكش بعد مساخيط وليدين دابا، ما يهربولكش الطريق المساخيط. تم الاتفاق على وقف اطلاق النار وقال لك ماتوا لهم 5 في ماتوا الله اعلم شكون ضربهم الله اعلم. هي الاتفاقيه تسناش، قال لك حفرنا الابار، درنا، رممنا المستشفيات. ماشي، انتم يكون عندكم شي فيديو ما تحطوه. انتم راجل الزويره كيقول عا كلمه وحده الشهر كامل وانتم كتعاودوها. عاد لا يكون عندكم فيديو من ارض الحدث بانكم كتقدموا شي مساعده وما تبينوها. وهذا الشيء اللي قلتيه كامل عندي انا بالدليل من جمعيات مغربيه كيقدموا هذا الشيء. تقديم مساعدات غذائيه، تقديم وجبات غذائيه، تقديم مياه صالحه للشرب، اعاده ترميم مستشفيات. جمعيات مغاربه بيديهم كيديروا ترميم المستشفيات. هذا الشيء عندنا صوتا وصوره. ونعطيوك نبذه صغيره فقط، ما باغاش نبينوا هذا الشيء هذا، كيفاش جمعيات مغاربه كيدخلوا واحد البهجه بسيطه للشعب الفلسطيني وكيفاش كيشكروا هذه الجمعيات المغربيه. داك الشيء موثق. عظيم هو الخير حين يضيء عيونا، وروح العطاء عظيمة كلفتة ود بنفس محبة، ولمسات قلب بكف رحيمة. وماذا سوى الخير يعطي بريقا لجوهرنا ذا جمال وقيمة. شكرا للجمعية المغربية وبارك الله فيكم على المياه الحلوة. لنحيا جميعا حياة كريمة، سنعطي الأمل بأسمى عمل. لنحيا جميعا حياة كريمة، سعادتنا حين نأتي كحلم لكل شعور يقاسي همومه. فهم بيننا متعبون بصمت، وهم كالكنوز بشهر الغنيمة. احنا بنشكر الجمعية المغربية للإعمار على جابتهم المية الحلوة على منطقتنا شمال غزة، وإن شاء الله بصير في مناطق تانية مجاورة إلنا، لأنه الناس تعبانين كتير والكل بده مية، وإن شاء الله يوصلوا المية لكل مكان. وشكرا كتير لكم. يا جميعا حياة كريمة، سنعطي الأمل. الله يجعلها في ميزان حسنات كل واحد قدم بالقليل او بالكثير. وكيف ما قلتها النهار الاول عنولي نقولها وعنقى دائما كنقولها، ما كاينش شي دوله تزايد على شي دوله في القضيه الفلسطينيه. كنا مقصرين، كلنا ما قدمناش داك الشيء اللي يستحقه الشعب الفلسطيني. فما يجيش شي واحد يزايد على شي واحد، لاننا مهما قدمنا لذاك الشعب يستحقوا اكثر. غير هو هاد التريك تباني كرغل ما بغاوش يتوقفوا على المتاجره بالقضيه الفلسطينيه، دائما بين راسهم في الواجهه، مع العلم انهم ما دايرين حتى شي حاجه، باغن بالاكاذيب يبانوا في الواجهه. وتدابا راه ما بعيد عاد 2 عين فلفل. ها هو اعاده الاعمار، بانوا لينا سيدي، بينوا لنا ديك الاموال اللي راكدين عليها تما، اللي كتخسر على البيلي زيرو وعلى الاتباع ديال البيلي زيرو. ها اعاده الاعمار، يلا بينوا خرجوا ديك الاموال سيدي وعطيوها للشعب الفلسطيني، خليه يدير اعاده ترميم. هنا بينوا لنا وسكتوا لنا الافواه ديالنا، ما عاد ديروا حتى حاجه. هزوا الاموال من قصر المراديه عطيوها للشعب الفلسطيني، خليه يدير اعاده ترميم. ما عادش هز ما تحط، ياك الفلوس كتقولوا ديال الشعب الجزائري يا سيدي، يلا تبرع بها اعاده اعمار الناس. وتخيل مقدم البرنامج في هذه الحلقه حنا نسمعوه قال له ورانا خايف على يسبقونا ويديروا اعاده اعمار وحدين اخرين. وشنو فيها لا تعاونوا الدول العربيه وداروا اعاده اعمار للشعب الفلسطيني؟ قالوا لا ما يديروش، خصنا نديروا حنا باش نبانوا حنا في الواجهه. قالوا رانا خايف لا يسبقونا هما. هي ولا الصلاقات ديال الكبرانات ديالك ما بغاوش يعطيو الاموال ويديروا اعاده اعمار للشعب الفلسطيني، قال له يبقى هكاك، المهم ما يسبقنا حتى واحد، حنا اللي نبانوا في الواجهه. قالوا رانا خايف لا يسبقونا. ما ساخيط صافي، ما تعرفوش من لون شاد المساخيط وليد. بالعكس في عوض يقول يلا الدول العربيه هنا نبانوا كل واحد يعاون بداك الشيء اللي يقدر، ونديروا اعاده ترميم للشعب الفلسطيني ونشوفوه حتى هو مسكين رجع له شويه الحياه. قالوا لا انا خايف لا يسبقونا، نبانوا حنا اللي نبانوا في الواجهه، ما صيفطناش حنا يبقاو هكاك. دريكه واش من دريكه، خصهم يبانوا هما في الواجهه واخا عاب الكذوب. حكي تجربه هذه القضيه زعما شحال نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله. في عوض يصيفط رساله للدول العربيه يلا بينوا لنا كل واحد
لا يشقد، ما نتخلاوش على الاخوان ديالنا في اعاده البناء. قالوا لا رانا خايف يسبقنا شي واحد، اما حنا يا اما ما كاين حتى واحد، خليها هكاك. الله يمسخكم هادشي اللي نقول لكم، خرجونا بالاكاذيب وتسمعهم دابا جالسين كيهضروا تقول هادو راه صافي عرفتي شنو، واش من غواصات واش من طائرات والبارود هكا ما داروش حاجه. قلنا لك كلمه واحده قالها الرئيس خرجوا كيف ولكن في الاعلام تاع تسمع درنا ترميم كذا هبطنا طرنا غواصات كذا. قهرتوني يا مساخيط الوادين، قهرتوني. خليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلنا رايكم في التعليقات. استاذ احمد، الجزائريون وقفوا مع القضيه الفلسطينيه. نعم احنا مساعداتهم. احنا اشتغلنا وكنا هنا جينا البلاطوات قد مره. احنا الان ما غبنا على غزه ولا نهار كجمعيه البركه يعني ودرنا حوايج رغم ان الان قدمنا 75 شهيد. يعني جمعيه البركه اللي انا رئيسها اليوم غير البارح برك من البارح لليوم 5 شهداء من خيره الشباب اللي كانوا أدوا. يعني رممنا المستشفيات في الحروب، حفرنا الآبار، أدخلنا الشاحنات من كل مكان رغم الصعوبات، جبنا الخيم، الشيء اللي نقدروا عليه قاعد درناه، وهذا الفضل الله سبحانه عز وجل. ثم الجزائر دولة وشعبا. والمواقف اللي احنا كنا دائما يا اخي، كنت نقول لك انا في الحصه اللي كنت نجي قلت لك احنا نشتغلوا في العمل الانساني باش نواكبوا العمل الدبلوماسي نتاعنا. الموقف اللي راه يدير فيه هذا عمار بن جامح، هذا الاسد اللي قاعد يزهر في مجلس الامن في وجوه الظالمين وهذا الطغاة، يعني هذه مواقف تاع تاريخ يكتبها. ممكن الان احنا نقول واش حبيت ولكن جاي التاريخ ويكتب كل شيء، ويكتب اللي كان راجل واللي كان يعني كيما نقولوا احنا بايعه واللي كان خبيث سيكتب التاريخ. ما تخافش تقولوش حبيت درك، بصح التاريخ راح يمحص ويبين كل شيء. هذه المواقف من الدولة الجزائرية من خطاب رئيس الجمهورية، الحكومة، الأحزاب، النقابات، الأئمة، الفنانين، كل شيء، الرياضيين. يعني كاين ناس رياضيين ضحوا بالألقاب تاعهم. تعرف هذه الناس ما تعطيهاش قيمة. واحد مثلا هذاك هو المستقبل تاعو، حياته كله هو يتدرب باش يدي هذاك اللقب تاع ميدالية ذهبية وباتوا لي عنده شهرية، باتوا لي عنده مستقبل، باتوا لي عنده يضحي بها من أجل فلسطين. هذه خدمنا اشتغلنا وكثر خير الشعب الجزائري والجاليات تاعنا في الخارج. هذه احنا شوف نزيد لك هذه الجملة برك. تفضل. الآن سنبدأ المعركة الحقيقية في الجهاد الحقيقي، في جهاد الإعمار. هذا هو الجهاد الحقيقي. الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. الآن راح تبان الناس اللي كانت تقول مبررات والمعابر مسكره وما نقدرش ندخلوا هذه قاعده تروح درك. ممتاز. اريد ان ابقى فقط في الجهود التي قامت بها الجزائر ايضا. خليل الحية القيادي في حمص بالامس شكر الجزائر، من بين الدول التي شاركها شكر الجزائر. لا يمكن ان ينسى الجزائر بصراحه نظير ما عملته، والجزائر كانت فأل خير على فلسطين لترأسها في مجلس الامن، الرئاسه الدوريه. يعني الجزائر قامت، وأيضا وزارة الخارجية اليوم قامت ببيان أعربت فيه عن ارتياحها لوقف إطلاق النار، وذكرت بأن القضية الفلسطينية هي مكمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. لا يمكن المرور على هذا الأمر، وهو شرط لا غنى عنه، قضية الحل القضية الفلسطينية بشكل نهائي. أستاذ تمام. هو أولا الجزائر تعتبر نفسها مسؤولة تجاه فلسطين مثل الفلسطينيين، وبالتالي هذا واجب تقوم به الجزائر. وربما نخجل في الكثير من المرات ونشعر ربما بتقصير لعدم قدرتنا إلى الوصول وإلى الدعم العسكري مثل ما حدث في الكثير من المناسبات. ولكن الجزائر اليوم من خلال مجلس الأمن، من خلال الورقة الدبلوماسية، ربما نحن كجزائريين هنا لا يمكن أن نشعر بكل الدعم الدبلوماسي والإنساني الذي قدمناه للفلسطينيين بقدر ما يشعر أبسط فلسطيني في قطاع غزة. لأنك عندما تكون في أزمة وحصار وتسمع أي حرف يدعمك من وسيلة إعلامية أو من أي منبر، فبالتالي هذا الشعور ربما الفلسطينيين هم أكثر الذين يمكن أن يعبروا عن هذا الدعم وهذا التضامن، والذي نعتبره مسؤولية وواجب وليست لدينا مزية. وبالعكس في الكثير من المرات نشعر بالتقصير تجاه القضية الفلسطينية. وبالتالي ما قامت به الجزائر في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة
وحتى في قمة جامعة الدول العربية في نوفمبر 2022 وما سبقها من محاولة لم شمل الفصائل الفلسطينية والعودة إلى منظمة التحرير الفلسطينية كناطق رسمي، لولا أن الرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قال بأن دولة عربية هي التي عطلت اجتماع منظمة التحرير الفلسطينية هنا في الجزائر، وبالتالي الاختراقات كبيرة جدا، صحيح. تثبيط العزائم كبير جدا، ولكن الجزائر لم تيأس، وفوق ذلك عبر الجمعية العامة، عبر الدفاع للوصول إلى دولة فلسطينية مكتملة الأركان على مستوى الأمم المتحدة، جلب الكثير من الاعترافات، طرد الكيان من الاتحاد الإفريقي، وبالتالي كل هذا العمل الدبلوماسي. والجزائر عبر دائما رئيس الجمهورية المخول لقيادة السياسة الخارجية في آخر خطاب قال بأن الفلسطينيين لا يمكن أن نزايد عليهم في حقوقهم، وبالتالي ما يراه الفلسطينيين ستدعمه الجزائر من باب احترام سيادة الدولة الفلسطينية والقرار الفلسطيني. دقيقتين أستاذ، جهود الجزائر يعني لا يمكن بتاتا التقليل منها، طيلة حتى ولو أن البعض من الإعلام يعني متواطئ إن صح التعبير، الإعلام العربي أتكلم، حاول دائما أن يقلل من شأن جهود الجزائر، ولكن أيضا الأرض والتاريخ لا يمكن أن ينسى ما قامت به الجزائر. هذه الجهود، احنا جهودنا تاع الجزائر سواء كانت دبلوماسيه سياسيه ولا انسانيه اليوم فرض نفسها على الارض. لما قلت لك الان احنا، خلينا نعطيك معلومه ممكن كثير من الناس ما يعرفهاش. احنا خلال الحرب كان بلي عندنا جاليه تاع 5000 واحد ما خرج منهم. الان الجزائريين رانا احنا في جمعيه البركه دايرين مخيمات خاصه بهم وكذا، وتعرضوا للقتل وتعرضوا وعندنا شهداء وعندنا جزائريين ام عن اب. سبحان الله. ايه ولا واحد غادر غزه، 5000 جزائري ولا واحد غادر غزه برغبه منهم يعني. المهم هم موجودين، عندهم اولادهم وعوائلهم، كاين اللي كان حاب يخرج ما قدرش، كاين اللي برغبه منه، كل واحد وضعه. صحيح. معناه احنا اليوم الدم الجزائري والدم الفلسطيني على الارض زيد. احنا فلسطين هذه عندنا فيها املاك، صحيح. عندنا فيها 36 قريه، عندنا فيها حاره المغاربه، عندنا فيها املاك. احنا روح الجنوب، جنوب رفح مثلا تلقاها كلها تقريبا عائلات جزائريه، مولى الدراج منها اللي راحوا مع المقراني وراحوا مع كذا. يعني ماناش اليوم فلسطين احنا بالنسبه لنا مش هينه، باعتبار انها ارض مقدسه وعقيده ودين. صحيح. وزيد واحد مظلوم استنصرك، الشعب الفلسطيني مظلوم محقور، الدولة بلاده، الدولة أرضه، الدولة اليوم هم يقتلوا فيه ظلما وعدوانا. صحيح. يعني اليوم احنا لما نشوفوا حتى محكمة الجنايات اليوم خرجت قرار في صالح القضية الفلسطينية، صبحوا هذوك القضاة فرضوا عليهم عقوبات. هذا كاين ظلم أكثر من هذا. صحيح. يعني احنا إذا كان سكتنا وش مصيرنا إذا سكتنا على هذا الظلم؟ وش مصيرنا اليوم احنا ما نكونوش؟ أنا حاب الجزائر اليوم، الجزائر سواء كانوا رسميين ولا شعب، نكونوا رقم واحد في الإعمار، كل رقم واحد في تثبيت الشعب الفلسطيني، لانه هو اختار النموذج الجزائري. انا سمعت فلسطيني بودني هذا وهم يتكلموا يقول لك احنا على خط الجزائر. الخوف الان انا ربما هم اللي يفوتونا، لانه دائما الحروب او الثورات يقوم بها الابطال، وياتي بعد ذلك اتكلم على الداخل الفلسطيني، اتكلم على الذين تواطؤوا ربما هم الذين سيسبقون. لا يسبقون ولا هم يحزنون، لا يسبقون ولا هم يحزنون، لا ما تطمعش باللي هذه الدول المطبقه الحرب ولا بعد غير حمر راسك هذه. باختصار استاذ في 30 ثانيه رجل. الحتمية التاريخية، التاريخ يؤكد بأن الشعوب المضطهدة والمظلومة دائما ما تخرج منتصرة. هذه الآنية التي نعيشها ربما لا نرى الكثير من الجزئيات فيما حدث في هذه المرحلة، ولكن هذه المرحلة ستؤدي إلى مراحل النصر في القضية الفلسطينية، لأن الدماء وعدد الشهداء مثل ما قال الأستاذ، نحن ننظر إلى الشهداء إلى تكلفة إنسانية غالية جدا، ولكن من جانب آخر الاستشهاد هو أعلى درجات العبادة والجهاد، والفلسطينيين المرابطين الذين تحدث عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي اليوم نقف على آيات كبيرة جدا، وبالتالي مثل ما قال الأستاذ نبوءات الغيب هي كبيرة في حق القضية الفلسطينية وفي حق أرض فلسطين. وبالتالي اليوم حتى ربما عندما تحدثنا عن ترامب في ثانية هو كان يلزمه شخص مثله مثل ترامب حتى يقهره ويقمعه نفسيا، وهذه من الأوراق التي استعملتها القضية الفلسطينية لتوجيه الأحداث بما يخدم القضية الفلسطينية. جندت أوروبا وأمريكا وكل الرؤساء ربما دون أن يشعروا لقهر هذا النتنياهو.
كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كيف العاده ما تنساوش لايك، خلينا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشاركوش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا. كيف العاده نشوفوا في فيديو جديد. ديما مغرب.